حبيبي البارحه احنا اول ما صار عندنا انفجار ما سمعنا صوت، لان من قوه العصف وصارت حتى ضباب الدنيا ظلمه صارت. زين الى تقريبا ساعتين ما حد طبلنا، لا مسعف، لا قمنا احنا اهل المنطقه ننزل العالم بالدرجات، والله العظيم ننزلهم ونصعفهم احنا بيدينا. زين ملتي هي اللي يبردوا لي وزاره الخارجيه، والله الحايط حرامات ترى يوقع الصبغ مالها. شو اذا العراقيين اصبحوا عبء ثقيل على الحكومه هجروهم. وين ما كان هجروهم. اي مسؤول اي رئيس دوله يباوع على العالم يكسب بهم اجر يريد يطب الجنه يستقبلهم خليه يهجروهم. ترى جاي يصير قتل جماعي ولا حد يدعي، لا بالصدامين ولا بالتكفيريين، لا حد يدعي. هاي كلها احزاب على مود هاي الحكومه تفشل ويصير واحد قاموا يتعاندون الاحزاب بيناتهم على مود تجي حكومه اللي تصعد. وشنو من الضحيه؟ الضحيه الشعب العراقي. مشكلته اجى للدنيا جنسيته عراقي، لو روح يموت احسن له يموت. هو دا يموت يوميا، دا نخسر اخ وصديق واخت وام وابن. المن ما تقدرون على حكومه. طلعوا برا. من جابكم؟ ما نعرفكم، انا حتى اساميكم الكامله ما نعرفها. اطلعوا برا اخي. طلعوا موتونا. لو طلعونا وانتم عيشوا بامان وشيلوا الصبات وافطروا براحتكم. حكومه براحتها تفتر امان، ماكو شعب. عيشوا حكومه بلا شعب. يوميا تقتلون 40 50 وتطوهم اثنين، واحد سقطه قلبيه من اثر الانفجار وواحد مجروع بيده، وهي الجثث حتى الحدث ما نعرفها. المن هاي اليد المن، الصدر المن، رجل المن. ليش مسعري العراقي؟ خلينا نفتهم. ليش مسعري؟ ب $100 نعطيكم $200 طلعونا. نفتهم. شنو البارحه انفجار ويجيني مسؤول يقول لي انا عندي تخصيص ما شقه اطلع. وانا اطلع انت شنو خصصوك يا؟ انت عراقي وانا شنو انا هندي سريلانكي؟ شنو انت عراقي؟ شنو يقول لي انا حق؟ انت حق مين تجيني لواء عندك 4 قطع اراضي وعندك بيتين وراتبك 3 ملايين تجي تطلعني انا اللي ما استلم بالشهر 100,000 دينار؟ كسبه قاعدين لو نشتغل لو ما نشتغل. كافي عيب شويه استحوا، لا تغطون عيوبكم بالصدامين والتكفيريين.